نشأ عيسى عبد الغفار في إحدى قرى الدقهلية القريبة من مدينة بورسعيد، واشتغل فترة من الزمن مهرب شنطة أو تاجر شنطة، حتى إذا ما أصبحت بورسعيد مدينة حرة نقل نشاطه إليها وأصبح أحد رجالها المعروفين. ولما جرى المال في يده انتقل إلى مدينة الإسكندرية وأصبح أحد رجال الأعمال بها. خلاص هننسى بقى الكلام الفاضي والالافات والميات والكلام الفاضي ده كله. بعد كده هنتكلم بالارانب وننسى الشنطه والجمرك والتهريب. لا، وبالنسبه لنا هتبقى فرصه العمر. والفرصه ما بتجيش في العمر كله الا مره واحده. في الحقيقة أنا ما بحبش الوصايا لأنها بتظلم ناس وبتفيد ناس، لكن عشان الدكتور أنور كلمنا عنك وأنا بثق فيه جدا وقال لي عنك إنك هدية، أنا برحب بيكي وأرجو إنك تكوني هدية فعلا. الأستاذ توفيق هيفهمك كل حاجة وممكن تبتدي شغلك من بكرة. أتمنى لك التوفيق. اللي يشتغل عند عيسى بيه لازم يكون غير عادي، لانه هو نفسه غير عادي، واللي يغلط يا ويله، ما عندوش يا مرحميني. عشان كده في كتير قوي ما قدروش يستمروا معاه، اصله صعب شويه. اتفضل. انا هنا بقى المسؤول عن كل حاجه. صحيح انت هتشتغل سكرتيره لعيسى بيه، لكن بالتنسيق معايا، مفهوم؟ حاضر يا فندم. ظريف ان اللي اتوسط لك يعرف عيسى بيه. لو كان اللي اتوسط لك ده بس ده ما توسطليش. امال جيت ازاي؟ ده رشحني لعيسى بيه. طب ايه الفرق بين الواسطه والترشيح؟ انت عارفه انت بتفكريني بايه دلوقتي؟ باللي بيسموا الرشوه اكراميه. سيجاره؟ متشكرة. ايه؟ ما بتدخنيش؟ مش ممكن. مش ممكن ليه؟ بتهيألي ان مفيش حد اليومين دول ما بيتدخنش. آخر مرة وبعد كده مش هعتقك، مفهوم؟ والله العظيم مش عاوزك تحلف. أنا ما أحبش الإنسان اللي يحلف. اللي يحلف هو اللي دايما يحس إنه كذاب. يا عبد المعطي، أنت رئيس الوردية، يعني أنت المسؤول. أنت دايما تغلط وترمي المسؤولية على العمال. أنتوا كلكم مسؤولين. اللي خسر المصنع مليم واحد يبقى عدوي ولازم اخرب بيته. الو، عيسى بيه؟ انا محمد زيطة. اهلا اهلا. فينك يا راجل؟ انا بدور عليك. لا ارنب ايه يا راجل؟ هو احنا في بينا فرق؟ انت لو عايز 2 3 انا تحت امرك. انا بس ابقى محمد الوزان زي ما انت بقيت عيسى بيه عبد الغفار. ومشروع المصنع الجديد دوت هينسي كلمة زيطة، ولا ايه يا عيسى بيه؟ عملت لي ايه في مشروع المصنع الجديد اللي اتكلمنا فيه قبل كده؟ يا عيسى بيه يا هباش، اسف، يا عيسى بيه يا عبد الغفار. قال لك ايه؟ لازم رفض. اكيد رد مش تمام. ما بقاش زيطة بقى. هو عيسى الهباش يقدر يقول لا؟
لو قال لا اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ هات الارض، هات الارض. اهلا 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 شريفه هانم. اهلا اهلا. عايز على جوه؟ اه طبعا يا فندم، اتفضلي. عظمه، الست دي عظمه. مين الست دي؟ دي شريفه هانم. اما زينب هانم انت لسه ما شفتهاش. اهي دي بقى اللي عظمه على عظمه. بيحبوا عيسى بيه قوي وطول عمرهم يقفوا جنبه. عيسى جه عليه وقت كان هيضرب تفليسه، لولا عارف بيه الله يرحمه جوز زينب هانم هو اللي انقذه في اخر لحظه. شاركه بربع المصنع وعينه مدير عام. لولا كده كان زمان عيسى بيه الله يرحمه من زمان. احنا كنا بنقول ايه؟ عظمة على عظمة. لا 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 لا، مش قصدي. قصدي على الشغل. سيبك انت باين عليك يا عظمه. تعرف فيك عيب كبير قوي نفسي اخلصك منه. ايه هو؟ بتحب شغلك قوي. فعلا ده عيب كبير، كبير قوي. ازاي زينب هانم؟ كويسه، ولو اني محتاره بينكم. ايه حكايه المصنع ده؟ في مصنع كويس عايزين نخش شركه فيه مع بعض، مشروع كويس، بس مش عارف ليه مامتك زينب هانم متردده، مش عارف ليه. يا عم انا ماليش دعوه، ما بحبش اتدخل في حاجات اللي ما تخصنيش. انا بتدخل في الحاجات اللي تخصني انا وبس. صح؟ صح. على فكره انت عينت سكرتيره جديده. مبروك. بنت كويسه. بس ما تخليهاش تقرب منك قوي، ليه؟ لحسن عينك زاغت كده ولا كده هتبحك. شفتي بقى درس الشغل؟ بس عيسى بيه عصبي قوي. ده كان هيتجنن، كل مره ينبه عليهم يعملوا الصيانه مظبوط، والاخ رئيس الورديه كل همه يترقى. اول مره جيت هنا بكلمه قال انا اقدم واحد في المصنع ده. عشان كده عايز يترقى. ما دي المشكله، كل واحد يقدم شويه يفتكر نفسه احسن واحد، كأن المشكله بس في شهاده الميلاد. بس عيسى بيه بيحبك قوي. عيسى بيه استاذ، انا بعتبره مثلي الاعلى، ده اعظم شخصيه قابلتها في حياتي. المهم انت مبسوطه معانا ولا لا؟ جدا. واحنا كمان مبسوطين جدا. اهلا سعيدة يا ماما. اهلا يا روحي. ماما الحقيني احسن واقعة من جوه. حاضر يا حبيبتي، هنحضر الغدا حالا. يلا يا روحي. يا هدى حاضر. تعالي يا حبيبتي، روحي وشوفي الاكل ينحرق. ما تعتقيني بقى، ما سميرة رجعت لك اهي. سميرة راجعه من الشغل بكره انا كمان هروح اشتغل ومش هجيلكوا غير اخر النهار. كده. مش قلت لك 100 مرة لما اكون معاك ما تفكرش في اي حاجة تانية؟ يعني عايزاني الغي عقلي؟ ما هو مش معقول كده يا عيسى، ما تفكرش الا في الشغل. ده الشغل هياكل مخك. ياكل مخي؟ انت بتقولي كلام غريب قوي. مش غريب ولا حاجة، لما يبقى المخ مشغول يبقى مفيش اي احساس تاني. وسطي انقطم. كان عندك شغل كتير؟ ما بيخلص، بقالي كذا اسبوع ما خدتش اجازه، ما رحتش النادي، من البيت للمصنع ومن المصنع للبيت. بتقري ايه؟ ظريف. كان في سكرتيره قبلك
كنت لما اشوفها دي بتعمل حاجه من الاثنين، يا تتكلم في التليفون مع خطيبها يا تحل الكلمات المتقاطعه. انا بقى بحب القرايه. انا عندي مكتبه على قدي، ممكن اجيب لك منها كتب بس ترجعيهم تاني. عندك اسطوانات؟ وكمان بتحب الموسيقى؟ بس هو يكون قصدك الجيرك والحاجات دي، اصل انا ماليش تقل عليها، جايز عشان ما بعرفش ارقص. ولا انا. انا عندي مجموعه كلاسيك وعندي كل اسطوانات سيد درويش. تسلفهم لي؟ ترجعيهم تاني. بقول لك ايه، ما تيجي نتغدى سمك على البحر؟ بس انا اللي عازمك. لا ده انا اقدم منك. اتفضلي علشانك. مش معقول هاكل كل دي؟ كل اللي تقدري عليه وسيبي لي الباقي. لازم بتحب السمك. يا ده انا وصغير كنت دايما بقول لابويا نفسي اطلع صياد عشان اكل سمك كتير. تحبي تشربي بيره؟ لا الا البيره. ايه ما بتحبهاش؟ لا. الحمد لله. وانا كمان ما بحبش البيره. تعرفي ان شكلك حلو قوي النهارده. مش النهارده بس، ده دايما، بس النهارده زياده شويه. وماله يا اخويا؟ ادرس زي ما تحب، بس انا كمان نفسي اوصل لحل واخلص. مع السلامة عيسى بيه. يدرس ايه ويهدد ايه؟ هي محتاجة دراسة؟ والله لو بقيت من رجال الأعمال يا عيسى هباش. عقبالك يا زيطة. يا محمد يا وزان. هنبقى مليونيرات ونبني عمارات وناخد خلوات ونتاجر في الدولارات. ما بلاش الدولارات دي، لا نروح في الباكورتات. يلا بقى يا اولاد عشان تروحوا. سيادتك ان شاء الله مسافر الصبح؟ ان شاء الله، يمكن اسافر بدري وارجع بعد الظهر. قوم معايا يا حسين عشان توصلها. احنا تعبنا قوي النهارده. بس اشتغلنا كتير. تعرف لو ما كنتيش معانا كنا زماننا روحنا من بدري. يعني انا اللي قعدتكم؟ بالعكس، انت اللي خليتي السهره تحلو. زمان ماما وهدى مستنيني دلوقتي. ان شاء الله هكون انا اول واحد اهنيكم بنجاح هدى. ان شاء الله. يا سيدي ما تزعلش نفسك، اقعد. يعني انت يرضيك كده يا توفيق بيه؟ يرضيك كل شويه تهزق قدام العمال؟ لا طبعا ما يرضنيش، بس روق امال يا عبد المعطي. على كل حال انا هكلم زينب هانم تشوف لي حل بقى. لو كانوا مش عايزيني بقى انا مستعد اسيب المصنع. ازاي تقول كده يا راجل؟ زينب هانم ما يخلصهاش انك تزعل. انت عارف انها ما بتحبش اي حد يزعل الرجاله بتوعها خصوصا القدام. وخلى فيها قديم ولا جديد؟ ده بيقول علينا حمير يا توفيق بيه. العفو يا راجل، حمير ازاي؟ ده انتوا عظمه. على كل حال انا هفهمها على كل حاجه وسيب المساله دي عليا انا. اتفضل. شكرا. ما تروحيش النهارده، ورانا شغل كتير. تحت امرك. ومش عايزك تخرجي كتير مع حسين. انا ما احبش حد يتكلم عنك كلمه واحده. حاضر. انا يمكن انزل مصر بكره، يبقى خلي بالك من كل حاجه، ومفيش مانع ترد على التليفونات. ادخل. سيادتك مروح؟ لا انا هستنى شويه. سيادتك مش عاوزني؟ لا متشكر، روح انت. شوفي لي الجواب بتاع شركه الكيماويات. انا عاوزت حاجه سميره موجوده. هي مش هتروح؟ لا هتستنى معايا. طيب يا بيه، تحياتي. ايه اللي اخبارك؟ سيبنا ناخد نفس يا سماح، ده راجل باين عليها بيتهدش ابدا.
انت ناسي لما كنا بنروح الاردن والعراق ونهرب من السلك على الكويت؟ من ناحيته هو موافق، انما عرفت ان في واحده ست غنيه قوي مشاركاه، ما تعرفش حاجه اسمها ارانب ولا اساتك ولا بواكي، لا تعرفش غير الديوك الرومي، وطبعا لازم يستشيرها. يمكن ترفض. مش ممكن. ليه؟ عيسى طول عمره فهلاوي ويعرف يدخل الخيوط في بعضها كويس. يعني لا مش الست، امال مين؟ بنتها. هو عيسى رجع لعادته القديمه؟ دي اصول الشغل يا سماح. بيقول ان البنت بتحبه قوي. يا ترى اتغديتي ايه؟ كباب. سيدي يا سيدي، باين عليكي مبسوطة قوي. من ايه؟ من الكباب. عارفة، اللي يشتغل مع راجل زي عيسى بيه لازم يحس بالعظمة، بس مش العظمة بتاع التوفيق. توفيق ده باين عليه نمس قوي. عارفة، بيشوف شريفة من هنا ودماغه بتلف من هنا. راجل عينه زايغة، بس اوعي تزوغ عليكي. كانت وجع في عينه. عارفة حسين مسميه ايه؟ الندل الظريف. حسين ده رخر باين عليه ولد ممتاز، شخصيته وافكاره ممتازين، تحسي انك عايزة تتكلمي معاه باستمرار. ده انتي باين عليكي معجبة بيه قوي. معجبة بيه لانه زميل مخلص، لكن اعجابي بعيسى حاجة تانية. عيسى عظيم في كل شيء. تصوري، انا بحسد اللي هتبقى مراته. أنا كدبت عليك عشان تيجي، مفيش حد هنا. الله الله. شريفة. عيسى. اتفضل يا فندم. شكرا. مفيش تليفونات جات لي من مصر؟ لا يا فندم. اسمعي، لو شريفة هانم سألت عليا في أي وقت أنا مش موجود، مفهوم؟ حاضر. شكرا. وزينب هانم. زينب هانم ولا زفت ولا عفريت أزرق، أي حد، أنا مش موجود. عيسى بيه، عيسى بيه، مالك؟ عيسى بيه.
بورسعيد تقابل الواد سمكه وتخلص معاه وخليه يخرج البضاعه اللي هناك. هتصل بيك من بورسعيد أنا؟ لا انا مسافر اسكندريه. ليه خير؟ عيسى الهباش تعبان قوي ولازم اروح اطمن عليه واشوف ايه الحكايه، لا بعدين يعملها ويودع واحصل انا بالحسره. مساء الخير يا رجاله. مساء الخير. ايه؟ انا اتصلت بالمستشفى دلوقتي وطمنوني عليه. اظن مفيش داعي نروح بقى. انا لازم اسافر له، ده تعبان قوي. بعدين ده مستقبلنا، احنا تعبنا قد ايه؟ ده ارنب يا خضري، ارنب يا اخويا. خلاص ما بدهاش، يبقى لازم نسافر. طبعا لازم نسافر. انت خايف يحصل له حاجه؟ فلا الله ولا فالك يا شيخ. ده الهباش عمره طويل قوي زي القطط ب 700 روح. يلا يا توفيق. تحت امرك. باعتذري له باني تعبانه وحابه اكلمه في التليفون. خليكي مستريحه انت يا فندم، عن اذنك. اتفضلي. انا مش هدخل معاكي المستشفى، حابه اتاخر شويه. عشان ايه؟ لحد يشوفنا مع بعض تتقال كلمه كده ولا كده. انا ما يهمنيش كلام الناس. لكن انا يهمني. يا سلام. طبعا انا لازم احافظ على اسمك واخاف على سمعتك. وصلها والنبي يا حسين. حاضر. قولي لماما ما تقلقش عليا. حاضر. طيب. اهلا سميره. اهلا. ايه زيه دلوقتي؟ الحمد لله هو نايم دلوقتي. معلش. معلش اصله تعبان شويه. ايه؟ انت عايزه تمنعيه من الدخول؟ الزياره ممنوعه، انا اسفه. مساء الخير. مساء النور يا حبيبي. اهلا يا ابني. اهلا. مش عايزين حاجه؟ كتر خيرك يا ابني، متشكرين قوي. شكرا يا استاذ حسين، تعبناك معانا. ازاي بقى؟ ده احنا اللي تعبين سميره معانا. صباح الخير. انت بخير يا ابني، بالسلامه. كتر خيرك. مش ممكن. انت بتقولي ايه؟ بقول لك طردتني يا ماما، طردتني. وعيسى عرف؟ معرفش. ازاي الكلام ده؟ جننت دي ولا ايه؟ اللي حصل ان انا اتطردت. انا انطرد؟ انت غلطانه. ما كانش لازم تسمعي كلامها. البنت دي مش لازم تستنى في المصنع، مش لازم تستنى دقيقة واحدة. انت في بينك وبينها حاجه؟ ابدا، هي اللي معاملتها جافه معايا كده باستمرار، ومتهيألي انها بتضايقه هو كمان. على كل حال حاولي تبعدي نفسك عن المشاكل. مشاكل ايه؟ وبيعتمد عليكي في كل حاجه تقريبا، وطبعا ده ممكن يضايقهم منك. ايوه بس ده شغلي. يا ست اسمعيني، في حاجات كتير بينهم انت ما تعرفيهاش. على كل حال كل اللي اقدر اقوله لك ما تتدخليش بين عيسى بيه وبين عيلة زينب هاني. انا حاسس ان عيسى داخل لعبه جديده. انت قصدك البت الحلوه اللي كانت واقفه قدام الباب؟ عيسى ده ولد صياد هو. بس اللي لفت نظري ان الواد توفيق قرش ملحة عيسى قوي. دايما كده الموظف بيحقد على صاحب العمل. نفسي يبقى زيه، لكن منين؟ ده انت بقيت فيلسوف يا زيطه. الزمن علم الواحد حاجات كتير. المهم سماحة، مش عايزك تسيب الواد توفيق، لازم نعرف منه كل حاجة. انا ذهلت، فعلا ذهلت. لغاية دلوقتي مش عاوزة ازعله يا توفيق، بس كل شيء له حدود. ليه يا فندم؟ ما تزعليه. على العموم اي حد يمسك بكلمه انا مستعد اطيره من على وش الارض. انا قلت البنت دي مش لازم تستنى في المصنع. خلاص يا فندم، ما تستناش. يبقى فهمه كده. انا؟ ما بلاش انا. ليه؟ انت خايف منه؟ انا ما بخافش من حد، بس يعني هو عصبي شويه خلاص هقول له انا. يا شريفه هانم بلاش دلوقتي، لما يخرج من المستشفى. مالك يا سميرة؟ ابدا، في حاجة؟ انا ما كنتش عايزه اقول لك. شريفه جت هنا وانا ما رضيتش اخليها تدخل. عظيم. قلت لها ايه؟ قلت لها انك تعبان والدكتور منع الزياره. وعملت ايه؟ قعدت تزعق واتنرفزت عليا. عظيم. تعرفي انت اول واحدة تقولي لهم لا. لازم كل واحد يعرف حدوده.
على فكره يا سميره، وانت جايه بعد الظهر يبقى هاتيلي معاك البوسطه، جايز الاقي حاجه بخصوص المشروع الجديد. لا، الدكتور قال ما تجهدش نفسك، صحتك اهم. ما تخافيش عليا، عيسى عبد الغفار مش هيموت بالسرعه دي. مش كان المفروض سيادتك ترتاح شويه؟ انت شايفني تعبان؟ سيادتك لسه خارج من المستشفى. وخلاص استريحت ولا ايه؟ صح. هي سميرة كانت عايزة اجازة ليه؟ والله هي بتقول انها تعبانه شويه، لكن الظاهر ان اختها نجحت فعاوزه تعمل لها حفله ولا حاجه. هي فعلا تعبت معايا كتير قوي في المستشفى. البنت دي كويسة قوي. والله يا فندم ساعتها الواحد ما كانش بينام من الزعل. يعني مش هنشوفك؟ ما انت هتجيلنا بقى عشان هدى هتعزمك. وانت مش هتعزميني؟ ما هي هدى هتعزمنا احنا الاثنين. طيب ممكن اعزمك بكره؟ هتاكلني سمك برضو؟ لا 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 لا, لا. حاجه تانية خالص. ايه؟ جمبري. يا عيني، ما هو سمك برضو. ايوه. ازيك يا عيسى؟ الحمد لله على السلامة. طبعا انت عرفت اللي حصل، يعني ما بتردش. طبعا عارف انك غلطان. اسمع يا عيسى، البنت دي مش لازم تستنى في الشركة، يا انا يا هي. تعالى لي بسرعة. تحت امرك يا فندم. توفيق، ابعت لي واحد يجيب لي سميرة فؤاد بأسرع ممكن. بس يا فندم احنا مش عارفين بالظبط هي في البيت انا ماليش دعوة، اتصرف. انا عايزها تجيلي بأسرع ممكن. لو سيادتك زعلان منها علشان هي زعلانه. توفيق، نفذ اللي بقول لك عليه. تحت امرك يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. اتفضلي استريحي. اقعدي. في حاجة حضرتك مش لاقيها؟ أنا سبت كل الرسومات. انا مش هكلمك في الشغل زي ما اتعودنا. انا هكلمك في موضوع خاص، موضوع شخصي جدا. موضوع شخصي؟ انا كافحت لحد ما كونت ثروه، عشان كده ما كانش عندي اي فرصه ان اعمل علاقات وارتباطات باي اسره. ده بالرغم من ان كل الناس دايما يقولوا لي ليه ما بتتجوزش ويبقى عندك بيت. سهل قوي ان انا الاقي انسانه تتجوزني وتبقى سعيده، خصوصا واحد زيي عنده ثروه وعنده مركز اجتماعي. لكن في الحقيقه انا اكره كده، اكره الزيف، اكره الخداع. عشان كده كان لازم افكر كتير قوي قبل ما اختار اللي هتجوزها. بس أنا إيه اللي هقدر أعمله؟ أنا كل اللي أعرفه إن انت لغايه دلوقتي مش قادره تفهميني. انا ما طلبتكيش عشان تدوري لي على عروسه، انا طلبتك لاني خلاص اخترت الانسانه اللي هتبقى مراتي. انا خلاص اخترتك انت. هتتغدى معانا طبعا، بس لما تيجي سميرة عشان هي اللي بتعمل لنا الرز. انا مش عارفه هي اتاخرت ليه. دي هتبقى مفاجأة لما تعرف إن الأستاذ حسين هنا. ما انا عايزها تبقى مفاجاه.
علشان في مفاجأة تانية أنا محضرها لك. خير. بس ما تيجي سميرة. في ضيف عشانك جوه. النبي. اه اهلا يا حسين، ازيك؟ أهلا يا سميرة، مفاجأة مش كده؟ مفاجأة ظريفة. عن اذنك ثانيه واحده يا استاذ حسين. قولي لي الاول بعتولك ليه وحصل حاجه؟ حاجة واحدة، حاجات. خير يا بنتي. ايه؟ امسكي اعصابك يا ماما، وانت كمان يا هدى. ما تتكلمي. لازم اترقيتي. اترقيت ترقية كبيرة قوي. يا ترى إيه؟ عيسى خطبني. عيسى بيه صاحب المصنع؟ هو في كام عيسى يا ماما؟ تصور يا حسين، كان باعت لي عشان كده حتة مفاجأة كده وبدون مقدمات. وقلتي له ايه؟ ما قلتلوش، سابني عشان افكر. تفكري؟ طب وهي دي عايزه تفكير؟ طبعا لازم تفكر كويس قوي. هقول له ايه؟ هقول له بحبك يا عيسى وهتجوزك. وحسين ماله؟ حسين بيحبك يا سميرة. طب ما انا كمان بحبه زي اخويا تمام. سميرة، حسين بيحبك مش كأخ. انت شايفة هو بيهتم بيكي قد ايه؟ وانا كمان يا هدى بديله نفس الاهتمام ده، انا بعتبره اعز زميل ليا. سميرة، انت في وعيك ولا الفرحة نسيتك نفسك؟ ليه يا هدى؟ انا عمري ما قلتلك اني بحب حسين، كنت دايما بتكلم عنه كزميل مخلص وعمري ما شفته غير كده. انت ما شفتيش شكله كان عامل ازاي وانت بتتكلمي؟ هدى، انا بحب عيسى، بحبه من يوم ما اشتغلت معاه، ومتهيألي ان هو كمان بيحبني. انا طول عمري بحلم بعيسى، بشخصيته، بافكاره، برجولته. عيسى عظيم في كل شيء، والحمد لله ان ربنا حقق لي املي. عايش معاه في بيته، هبقى مراته، هبقى مرات عيسى عبد الغفار. ادخل. صباح الخير. صباح الخير. جايه بدري النهارده؟ انا عارفه ان حضرتك بتيجي اول واحده. كويس. على العموم كويس انك جيتي بدري قبل الدوشه والزيطه ديت. ايه الاخبار؟ كويس. اتفضلي استريحي. فكرتي؟ انا موافقه. طب يلا بينا. على فين؟ نخرج. المفروض انك في اجازه لغايه بكره. بقالي كتير ما استمتعتش بالجمال ده. صوت المكن اصبح اللحن الوحيد في حياتي. تعرفي، لاول مره حاسس اني عايز اتكلم، عايز يسمعني انسان بسيط طاهر التوب القلب. مش عارف هل انا انسان طبيعي ولا اصبحت مجرد ترس في مكنه من المكن اللي في المصنع. حتى وانا صغير ما كانش ليا اصحاب زي بقيه العيال. كان دايما والدي يقول لي ابعد عن الناس وانت تكسب. ومن اياميها كل اللي في قلبي باين في عينيا. الله، انت بتتكلميش ليه؟
اتعودت اني اسمعك. انا كمان عايز اسمعك. من هنا ورايح لازم نكلم بعض ولازم نسمع بعض. هنتكلم في وقت واحد. وليه لا؟ حتى لو ما كلمناش بعض لازم نسمع بعض. مش بقول لك كل اللي في قلبي باين في عينيا؟ بس المهم انك تتكلم. فعلا عندك حق. من زمان وانا حاسه انك شايل هموم كتيره، خصوصا في الفتره الاخيره، وكنت عايزه اسالك. لا، دي مش هموم، ده امتحان صعب لإرادة التحدي، بس لازم انتصر. الفشل في نظري انتحار والمهزوم مقتول، لكن انا عنيد جدا، والشاطر اللي يضحك في الاخر. ايه ده؟ انت سايب شغلك وبتشرب قهوه؟ ده انا في الحقيقه يا فندم اصله كان هنا هوت بس. طب الشغل سايبه مين؟ ازاي يا توفيق ما كتبتش انذار للراجل ده لغايه دلوقتي؟ الشغل ما فيهوش رحمه. لا زينب هانم ولا اي انسان يقدر يتدخل في شغلي. نفذ اللي بقول لك عليه حالا. اكتب الانذار فورا. شيء غريب، الجدع ده جراله ايه؟ بجد تصرفاته بقت غريبه. انا ما بعرفش اكلمه دلوقتي. مع انك طول عمرك معاه. ده قفل التليفون في وشي. اتصوري؟ اخس، حقيقي اخس. للاسف النهارده عيسى عاوز يتيح في اي حد يقف قدامه، اي حد. لا، وقال ايه؟ عايزنا نخش شركة معاه في المصنع بتاع مصر. اعوذ بالله، هو احنا ناقصين خساير؟ بس انا مش غايظني الا البت دي اللي اسمها سميره، حقيقي لخبطت كيانه. يا سلام، تصور يا هانم، هي بقت تعرف كل حاجه في المصنع، وانا خلاص بقيت عرف. علشان تصدقيني يا ماما، ما رضيتش تخليني ازوره في المستشفى. يبعت لها العربيه عشان يجيبها من الاجازه، ده كلام؟ ليه؟ ما طقش بعدها طبعا. شغل مسخره. النهارده خدها وخرجوا كده دكاكيني وما رجعش الا الظهريه، ده كلام؟ طب وراح بيها فني داهيه. انا عارف. طب ورحمه ابويا لولا حضرتك تزعلي ما كنت قعدت دقيقه واحده. انما حقيقي شغل مسخره. للدرجه دي البنت دي كانت مخه؟ حد يصدق ان بنت حافيه زي دي تمشي المصنع زي ما هي عايزه، والشركه تخسر تخسر تخسر؟ حقيقي مسخره. يعني هيجي الليله دي؟ ده انتوا مستعجلين قوي. نفسك تغمضي وتفتحي وتلاقي الدنيا ليلت. انا حاسه ان الوقت بيمر ببطء، مش عارفه ليه. ده انتوا ملحقتوش، ده ما فاتش غير يوم واحد. ساعات بيمر يوم بيكون بالعمر كله، وده اللي انا حاسه بيه دلوقتي. الماضي والحاضر والمستقبل كلهم قدامي دلوقتي. علشان كده ما نمتيش وقلقتي طول الليل. وبعدين بقى بالصلاة على النبي، هتفضلوا انتوا الاتنين قاعدين لي هنا؟ طب واحدة فرحانة بعريسها، تعالي انت يا اختي اقفي معايا في المطبخ. مطبخ ايه يا ماما؟ ده وقته. تعالي اسمعي لك شوية مزيكا. مزيكا؟ طب ولما الرز يشيل؟ ما يشيل. بذمتك في واحدة بنتها هتتجوز وتسيبها عشان شوية رز كده؟ طيب والنبي انا طافية البوتاجاز وجاية اسمع مزيكا، انا هيبقى ورايا ايه؟ في حاجات كتير محتاجه لعمرو يا حسين. اذا جات لك اي فكره كويسه اعرضها عليا، هنفذها لك فورا. دي ثقه عظيمه انا بعتز بيها يا فندم. انا مش بمدح فيك، انا محتاج لاخلاصك وافكارك الكويسه. في يا فندم من الاولاد الجداد اللي عيناهم اخيرا في المصنع كويسين قوي. خلاص استعين بيهم. حاضر. انت كل حاجه تقول لي حاضر؟ انا عايزك تفكر وتناقشني. حاضر. تحت امرك يا فندم. هو ما كانش حاضر يبقى تحت امرك؟ اسمع،
خليها تحت امرك. عظيم عظيم قوي. اتفضل انت. شكر. طبعا اذنك. مع السلامه. على فكره يا حسين، انا هتجوز اختك. اختي؟ ايوه. انا وحيد ماليش اخوات. لا 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 لا، ليك اخت اسمها سميره فؤاد. مش انتوا الاتنين صحاب؟ خلاص تبقوا زي الاخوات. مبروك. الله يبارك فيك، عقبالك. مع السلامه. ايوه يا توفيق بيه. وبعدين زينب هانم قالت كده؟ ده وقعته سودة ان شاء الله. بس ابقى شوف انت تابع الموضوع ده يا توفيق بيه، وخليك معانا، ما احنا يعني كلنا نظر برضه. طيب مع السلامة. ايه الاخبار؟ توفيق كان معايا على الخط دلوقتي. وقال لك ايه؟ زينب هانم رفضت تساعد عيسى ومش هتعمل معانا المشروع. والله عال، ناس تنام في الدفا وناس تتاخد على القفا. لا فوق يا عيسى بيه، انت ما عرفتنيش على حقيقتي. انا زيطه، ومش زيطه وتخلص، لا دي زيطه هتفضل على طول زيطه. وعيتك مني سودة يا هباش. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورت البيت. شكرا. اتفضل. شكرا. مش هدى نجحت السنه دي ورايحه البكالوريوس كده؟ الف مبروك. يلا شد حيلك بقى عشان تيجي تمسك لنا الحسابات. دي اخر حاجه افهم فيها. ليه؟ انت مش طالبه في كليه التجاره؟ انا فعلا في كليه التجاره وبنجح كل سنه بجيد جدا، لكن بيني وبينك غاويه اداب. بسيطه، تيجي تمسك لنا الاداب. تحب اعمل لك شاي؟ لا انا هعمل له قهوه، هو بيحبها ساده. شكرا. مع اننا لسه جايبين التموين. اهلا وسهلا. تعالي. ايه رايك؟ ظريف، باين عليه شخصيه قوي. هو عصبي وجد شويه، انما قلبه طيب. الكنكه كانت هنا. انت فاكراني اعمل قهوه بجد؟ دي حاجه عشان اخرج من الاوضه. مكسوفه يعني. قلت اسيبه هو وماما عشان يتكلموا في الاجراءات والترتيبات والمطبخ على مين والنمليه. هدى، النمليه على العريس ولا على العروسه؟ ربنا يسعدكم. سميرة بنت حلال، مش عشان بنتي، طول عمرها حنينة وقلبها طيب. طبعا طبعا. بس في الحقيقه في موضوع كده مهم شويه. خير، اتفضل. طبعا سيادتك عارفه وضعي وعارفه ظروفي كويس. طبعا انا فاهمة. في الحقيقه يعني كنت عايز اتكلم بخصوص الفرح. تحت امرك، اللي انت عايزه. طبعا لازم اكبر فرح يتعمل لها. لا، في الحقيقه انا مش عايز فرح. ليه كفل الشر؟ لا، قصدي يعني بعدين نبقى نعمل حفلات وافراح وزنبليطه زي ما احنا عايزين. انما دلوقتي في الحقيقه انا ما احبش قعده الكوشه دي، والمعازيم عمالين يبصوا لي ويلفوا حواليا والعربيات ماشيه في الشوارع تصحي النايمين والزنبليطه يا دي. على كل حال انت بقيت واحد مننا، اللي انت عايزه. بعدين شكرا. مع السلامه. ماما بتشكرك قوي. وهي كمان لطيفه قوي. وهدى رقيقه جدا. يا سلام، قد ايه انا كنت محتاج لجو الاسره ده. ارجو انك تكوني سعيده جدا. قولي لي، كان شعورك ايه لما كلمتك؟ ما كنتش مصدقه. ليه؟ ما كنتش اتصور ان الدنيا تديني كل اللي انا عايزاه. وايه كل اللي انت عايزاه؟ انت. للدرجه دي؟ عمري الحقيقي ابتدى يوم ما شفتك هنا في المكتب ده.
عمري ما هنسى اليوم ده يا عيسى، عمري ما هنساه. لا مؤاخذة يا فندم، أنا آسف. في حاجة يا توفيق؟ لا أبدا يا فندم، بعدين. أنا آسفة، يا ريتني ما كنت جيت. يا سلام، ليه؟ ما حصلش حاجة، انت مراتي. كل ما في الأمر إني ما كنتش عايز حد يعرف بالسرعة دي، إنما مش مهم. اتفضلي انت روحي. معلش أنا آسف، النهارده مش هقدر أوصلك، لازم أستنى شوية. مع السلامة. تصبح على خير. وأنت بداية. أنت كنت عاوزني في حاجة؟ أيوة يا فندم، أنا أصلي كنت. طب تعالى شوية، أنا عايزك. احنا بعتنا جوابات لقطع الغيار والجوانات الألماني. احنا طبعا عندنا الحاجات دي في المخزن ما استعملناهاش، على أساس إن كل مكنة لما نيجي نعمل لها عمرة لازم. طب اقعد. نعم؟ اقعد. في حاجات أهم لازم نتكلم فيها. أهم من الشغل؟ أنت عارف كويس إني أكره اللف والدوران. أنا عارف كويس أوي إيه اللي بيدور في مخك دلوقتي. كل خير يا فندم. مش باين. عشان كده أنا مضطر إني أصحح لك أفكارك. اقعد بقى. والله يا فندم بقالنا كتير ما قعدناش القعدة دي. مش ذنبي يا أخي. أصل سيادتك مشغول على طول. أنا هتجوز يا توفيق. والله يا فندم دي فكرة عظيمة جدا. أنا أتمنى أقول لسيادتك إنك ضروري تتجوز. راجل أعمال زي سيادتك ضروري يستقر. عارف هتجوز مين؟ مين؟ سميرة. سميرة مين؟ سميرة فؤاد اللي كانت معايا دلوقتي. سميرة. أنت بتتكلم جد؟ أنا ما بهزرش يا توفيق. أنا صحيح كنت بشارك معايا كتير في مواضيع، لكن دلوقتي خلاص خلص الهزار، ما بقاش إلا جد. والله سيادتك اتغيرت قوي معايا. مش ذنبي يا أخي. أنا اكتشفت أخيرا إنك واخد فكرة غلط عني. فكرة إيه؟ سيادتك فاكرني إني راجل نكل. من حقك يا أخي. أنت حر. كده؟ السلام عليكم. توفيق راح فين؟ راح أموت نفسي. غلط. لو كل نجل هيموت نفسه تبقى مشكلة يا توفيق. تفتكر هتفضل ناس قد إيه؟ السلام عليكم. استنى. أهو ده عيبكم. تموتوا في الهزار وتموتوا من الجد. على كل حال أنا إذا كنت قلت لزينب هانم. اسمع يا توفيق. عيسى عبد الغفار طول عمره حر. مش أنا اللي تتفرض عليا الوصاية يا توفيق. طب أنا ذنبي إيه يا سعادة البيه؟ على كل حال مش هو ده الموضوع. أنا كنت جايبك عشان أتكلم معاك في موضوع الجواز. يعني ما قلتليش مبروك. والله أنا كنت فاكر إن سيادتك ممكن تتجوز حد تاني، لكن سميرة. قصدك شريفة هانم مش كده؟ شريفة هانم عايزة واحد من نوعها. أنا ما انفعلهاش. طب أنا داخل إيه بس يا سعادة البيه؟ برضه ما قلتليش مبروك. أنا شايف إن شريفة هانم. أنا بتكلم عن سميرة. بصراحة يعني؟ أيوه بصراحة. من غير ما تزعل؟ من غير ما أزعل. أنا شايف إن سميرة لا من مركزك ولا من توبك وعيلتها. فقراء. ما عندهمش أملاك ولا أطيان ولا حتى عندهم عربية، وبالشكل ده يبقوا
يبقى ولاد القصر، ها؟ رعاع، ولاد كلب. اسمع يا توفيق، أنا أبويا كان بنا. لو كنت فضلت عيسى ابن عبد الغفار البنا كنت احترمتوني؟ اسمع، من هنا ورايح سميرة فؤاد هتبقى مدام عيسى عبد الغفار. ماما ماما، سمعتي اخر خبر؟ عيسى هيتجوز البنت اللي بتشتغل عنده. ايه الاخبار يا سماح؟ زفت. ليه حصل ايه؟ الواد توفيق قال لي ان عيسى اتجوز. تبقى فرجت ازاي؟ دي اتطينت. ازاي؟ ما هو اتجوز البت السكرتيره اللي كانت واقفه على الباب في المستشفى، والشريفه وامها قلبين الدنيا عليه. وبعدين؟ توفيق بيقول ان زينب هانم مش ممكن تديله مليم احمر بعد كده، وطبعا مش هتوافق على المشروع كمان. لا يا اخويا، ده كلام كبير قوي. انا مش هعملها زيطه وبس، لا ده انا هعملها زفه، وزفه بجلاجل كمان. انت هنا؟ ايه اللي بيحصل؟ ممكن تفسر لي تصرفاتك دي؟ عشان حكاية الجواز يعني؟ انتوا مش قلتوا لازم تسيب المصنع؟ خلاص، وانا نفذت لكم كل طلباتكم. سميرة هتقعد عندي في بيتي، بس لازم تعرف انه شريفة لازم تنسي كل اللي حصل بينا. انسى ازاي؟ مش مهم ازاي، لكن المهم انك لازم تنسي. بس في حاجات مش ممكن تتنسي. يعني ايه؟ يعني مش هنسى، ومش انا اللي تتسلى بيا يا عيسى. في صحتك عيسى بيه. في صحتك، بس انا مش هشرب. الله، كاس واحد عشان الفرح. لا. اشرب عشان تنسى. انسى ايه؟ تنسى المصنع. فضلك يا سميرة، كفاية موسيقى بقى. انت ما بتحبش الموسيقى؟ مش دايما، في حد ما بيحبش الموسيقى؟ احيانا بحس انها بتصدقني. هتشربي شاي معانا؟ شاي ايه يا جماعة؟ انا عايزة الشربات. حاضر. كنت فاكراك غير كل الرجالة. عقلي احسن لك. اعقل؟ ما انت طلعت زيهم. اوعي تغلطي، عقلي احسن لك. اغلط ازاي؟ بعد اللي حصل في عقل؟
حياتي، بحبك يا مجنون. انا فعلا بعد لحظه واحده هبقى مجنون، انا بحذرك. اموت في نرفزتك. ايه ناوي تضربني؟ انا مش هضربك، هقتلك. الو، اهلا وسهلا. مين بيتكلم؟ اهلا اهلا، ازيك يا مدام؟ اهلا يا استاذ توفيق، ازيك؟ الحمد لله. ممكن اكلم عيسى؟ عيسى بيه ما هو سافر مصر. هو ما قالكيش ولا ايه؟ ده زمانه دلوقتي في ميدان رمسيس. انا كنت بحسبه لسه ما سافرش. لا متشكره قوي. اطفي البوتاجاز يا هانم. اطفي كل حاجه. ايه قابلته؟ استنيته 5 ساعات على المحطة وما جاش. ما هو ده شغل عيسى. مش فاكر لما كنا في الكويت وهربنا ال10 شنط عمل معانا ايه؟ ما هو عيسى كده طول عمره بتاع مقالب. وبعدين هتسكت عليه؟ معلش، خلينا ماشيين ورا الكذاب لحد باب الدار. ده احنا عايشين في درب الشوق لحد عيسى ما يحن علينا. اسمع يا زيطة، إذا الموضوع ده ما خلصش الأسبوع ده نفض الشركة واديني حقي. عيب يا سماح. أنا ما عادش عندي سماح خلاص. اصبر يا سماحة، أنت مفيش حاجة هماك. أنا الفلوس اللي هبشها عيسى عملتها من شقاية وتعبي. فلوسك عندي أنا يا سماح. خلاص قدامك أسبوع ومش هسكت. أنا عندي فكرة. إيه هي؟ أروح أقابل زينب هانم. طب زينب هانم هتعمل إيه؟ أقول لها على كل حاجة. أهددها إني هحجز على المصانع كلها وأبيعها بالمزاد العلني. والله فكرة. ده أنا زيطة والأجر على الله. اتفضلي. تعرف يا حسين، أصعب حاجة في الدنيا إن الواحد يكون محروم. وأنت محرومة؟ ما افتكرش في إنسان في الدنيا محروم قدي. محرومة من الحب. حتى زينب هانم اللي ربتني، لكن حب الأم محرومة منه. أنا عايشة وحيدة في الدنيا. الوحدة شيء فظيع، صعب أوي لما يكون الحب جواك مش عارف تديه لمين. يستحسن الواحد يحتفظ بيه لنفسه، ما يدوش لحد. تعرف
فين؟ من زمان وانا عايزه اقرب منك. انت ليه ما رحتش المصنع؟ ماليش مزاج. تشرب حاجه؟ اشرب بيرة. بيره ايه؟ عاوزين نشرب. اي حاجة، مستعد اشرب اي حاجة. اكبر غلط في الدنيا ان الانسان يعيش مستقيم. الو، ازيك يا حلوة؟ مبروك. مين؟ لو قلتلك على اسمي مش هتعرفيني، اصلنا ما اتقابلناش، لكن اتقابلنا انا وعيسى، اصله كان متجوزني، بس اكيد هنرجع لبعض. مسكينة. باي باي. انا زهقت. قال عاوزنا نخش شركة في مصنع تاني. هو احنا عارفين نشغل مصنعنا؟ انا مش عايزه اسمع سيره المصنع ده تاني. خلاص يا فندم، المصنع تاني قال. يا باشمهندس، ايه يا علي؟ العربية بتاع المصنع جت عشان سيادتك. طيب حاضر، انا جاي حالا. الو، شريفة هنا؟ حسين؟ طبيب مكتبه. تحب اقول له حاجة؟ لا، بعدين لما اشوفه. ميرسي.
تيجي نسلي بعض شوية. أخبارك إيه؟ عايزة كويس؟ كويس. مبسوطة وياه؟ صحيح هو عصبي شوية، لكن أنا خلاص عرفت طباعه. متهيألي ده عايز معاملة خاصة، خاصة جدا. أصل أنا عارفاه كويس. أصلنا أصحاب قوي. ازاي يعني؟ أما الراجل والست يبقوا أصحاب، بيبقوا أصحاب إزاي؟ ادخل. اهلا اهلا يا حسين. استريح. خير ان شاء الله. انا كنت عايز اخد اجازه. اجازه؟ ليه بعد الشهر؟ طول عمرك ما بتحبش الاجازات، ايه؟ غيرت رايك ولا ايه؟ حاسس اني محتاج الاجازه. خلاص تحت امرك. تحب قد ايه؟ شهر. يعني شهر بحال؟ يا عيسى بيه انا محتاج للاجازه دي. ايوه لك انا كمان محتاج لك قوي، خصوصا الايام دي. خير ان شاء الله. المشروع الجديد هخليك تشرف عليه. انا ما اقدرش اثق في حد غيرك. ها قلت ايه يا بطل؟ طيب ممكن تسمح لي بالاجازه؟ طب قول لي، شريفة هانم ليها دخل في الاجازه دي؟ شريفه؟ انا ما ذكرتش سيره شريفه. طيب ما تزعلش. انا يعني بس شايف انها مهتمه بيك شويه الايام دي. انا طبعا مش عايز اتدخل في حياتك، لكن يهمني مصلحتك. اسمع حسين، في نوع من الناس بيبقى صياد ماهر، يصطادك ويسيبك تعتقد ان انت اللي اصطادته. عايزة، في حاجة مضايقاك؟ لو في حاجة قولي عليها، يمكن أقدر أساعدك. لا ابدا، مفيش حاجه. عندك فكره عن المصنع اللي عايز ادخل فيه شريك؟ مش بالتفاصيل. في مصنع بقالي مده عايز ادخل شريك فيه. لوحدك؟ لوحدي مش ممكن، لازم ادخل باسم الشركه. وإيه المانع؟ لازم زينب هانم توافق. وهي مش موافقة؟ لسه متردده. طب ما تحاول تقنعها. هحاول، ولو ان ده صعب شويه لان علاقتي بيهم اصبحت سيئه. تفتكر شريفة ممكن تأثر عليها؟ اتضايقت من سؤالي؟ لا ابدا. مش عارفة ليه لما بشوفها بحس بالخوف. انا ما احبش الخوف، انا اكره اللي يخاف. عيسى، أنا ليه بحس إني بعيدة عنك؟ بعيد عني؟ ليه؟ حاسة إنك مش عايز تدخلني في حياتك، مع إني بحبك يا عيسى. بحبك أكتر من نفسي. اسمعي، انا مش عايز اكون صورة من ابويا. ابويا كان بيحب والدتي قوي قوي. النتيجة انه بقى لعبة في ايديها. كان اسد قدام كل الناس الا هي. يا سميرة، الراجل لما يحب يضعف ويتنازل عن كبريائه، وانا مش عايز اضعف ولا اتنازل عن كبريائي.
الولاد اكتر واحد يحافظ على شعور شريف، واذا كانت مراتك يعني سميرة ملهاش دخل بأي حاجة. يظهر انك انت من النوع اللي لما بيفرح بينسى ان في ناس تانية مش فرحانة. مش صحيح. يا زينب هانم، سيادتك فهماني غلط. لا يا عيسى، انا مش فاهمك غلط. يا فندم انا ارجوك يا عيسى، يستحسن ان احنا نقفل على الموضوع السخيف ده. ما اتكلمتش في الموضوع ده الا لما سيادتك قلتي ان الشريفة زعلانة. خلاص يا عيسى، نتكلم في حاجة تانية احسن. عندك حق. انا جاي اكلم سيادتك في موضوع المصنع اللي هندخل شركة فيه. ندخل شركة فيه؟ مين قال كده؟ سبق واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. بس انا قلت لك رأيي. دي فرصة كبيرة قوي، انا مش ممكن اخسرها ابدا. وانا مش موافقة على المشروع ده يا عيسى. ما تزعلش نفسك، استنى عليها لغاية لما لحد امتى؟ انا استنيت عليهم كتير قوي، لكن كل شيء ليه نهاية. امال هتعمل ايه؟ اللي يعوزه عيسى هو اللي لازم يتم، مش اللي يعوزه اي انسان تاني. والله عال عال قوي. عيسى انت ما تحمليش هم. انا قابلتني حاجات زي دي كتير، قابلتني صدمات كتير، وفي النهاية انا برضو اللي كنت بنتصر. يظهر انهم ناسيين مبدئي كويس، يا اما كل شيء يا اما لا شيء. احنا عايشين في غابة، واللي يعيش في غابة لازم يكون اسد، ما يكونش ارنب. قلت له ايه يا ماما؟ رفضت وحذرته من اي تصرف يعمله من غير موافقتنا. النبي يلعب بيكي ويروح يتجوز حته خدامه زي دي. لكن الحق عليكي، لو كنت قلتي لي من الاول كنت نصحتك قبل ما تتطوري. كنت فاكراه بيحبني، ما كنتش فاكره انه. طب بس خلاص، بس يا حبيبتي بس. الرجاله اللي من النوع ده بيبقوا جزم. انا هعوضك كل اللي خسرتيه، هخليه يركع تحت جسمتك، هخليه يعرف ان كل شيء له تمن، وتمن كبير. أرجو إنك تديني فرصة يومين كمان. اسمع يا عيسى، قدامك اسبوع واحد، يا تدفع لي كل اللي عليك يا تيجي تضمني في البنك اخد سلفة على المصنع الجديد. بتقول ايه؟ اضمني بمصنعك الجديد يا اخي. قلت اسبوع واحد يا عيسى. شغل تحبيش. الو، ازيك يا سميرة؟ كويسة؟ مين؟ لسه مش عارفاني. انا ضرتك، ولو اني احب نبقى اصحاب. مين اللي بيتكلم؟ تعرفي انك صعبانة عليا. انت ايه اللي رماكي دنيا دي؟ هو اللي يجري ورا الفلوس
يرمي نفسه كده في النار؟ ما انت لو عندك الشجاعه الكافيه كنت. انا عندي الشجاعه اللي بتقولي عليها. تحبي نتقابل؟ ايوه. انا هقابلك وهقول لك كل الاسرار اللي بتدوري عليها ومش فاهماها. لازم اقابلك. انا اللي عاوزه اقابلك، بس الاول اضمن انك مش هتقولي لعيسى. مش هقوله. ممكن بقى تقولي لي انت مين؟ الو. الو. هايلة. شريفة يا شريفة. ماما. ماما زينب مالك؟ اطلبي لي الدكتور. تعالي يا هدى. وحشاني. انت اللي وحشتيني موت. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ماما زيها. الحمد لله كويسه. ما تسالش عليا ليه؟ سميرة مالك؟ أنا تعيسة يا هدى. عايزة أخرج من هنا وهخرج. إزاي؟ فهميني. الكل بيحسدني على السجن اللي اتحطيت فيه. مش ممكن، انتي بتقولي ايه؟ في حاجات كتير بتحصل من عيسى ما كنتش عارفاها. عايزة أعرفها. على كل حال مع الأيام هتعرفي كل اللي انتي عايزة تعرفيه. كل يوم بقابل مفاجأة جديدة. يعني ايه؟ مش ده حلمك؟ الحلم غير الحقيقة يا هدى. حتى لو اتحقق بيبقى له طعم تاني. لكن انتي بتحبيه. طول عمري بحبه. كنت شايله له حب كتير، ولما جيت اديهوله لقيت قلبه مات. عيسى قلبه مات من زمان يا هدى. وايه اللي بتفكري فيه دلوقتي؟ هرجع اعيش معاكوا يا هدى زي زمان. انا كنت سعيده، كنت حاسه بالامان. من يوم ما جيت هنا وانا حاسه بالغربه. انا مش موافقاكي، لازم تصارحيه. صارحيه بكل حاجه. اصارحه؟ انا متجوزه عيسى على الورق وبس. كلمتي حسين؟ حسين اكيد يعرف حاجه وممكن يساعدك. انا متاكده انه يقدر يساعدك. مش هو زي اخوكي؟ خلاص انا هكلمه. سلامتك يا ماما. الله يسلمك يا شريف. خضتيني عليكي. كتر خيرك يا بنتي. انت بتثبتي لي انك احن انسان عليا في الدنيا، زي ما اكون خلفتك بصحيح. انا اضحي بعمري عشانك يا ماما. هو انا ليا مين احبه اكتر قبل ما اموت؟ بس يا حبيبتي اذا كان بختك ما انصفكيش انا هعوض لك كل اللي اتحرمتي منه. اهلا يا هدى. بتتكلمي منين؟ كويس. انا؟ طيب حاضر، تحت امرك. حاضر يا هدى، مع السلامه. انا قلقانه عليها قوي يا حسين. ما تقلقيش يا هدى، سميرة اختارت حياتها وضروري هتلاقي السعادة اللي هي عايزاها. تلاقيها ازاي؟ تخلقها. سميرة مش سعيدة يا حسين. سميرة تعيسة، عرفت انها غلطت وما اختارتش الطريق السليم. مفيش انسان معصوم من الخطأ، لكن الخطأ الحقيقي ان الانسان يخطئ بكل عناية وهو فاكر انه بيختار طريقه الصحيح. سميرة فكرت واختارت. انا اتعس اخت في الدنيا، شايفة كل حاجة ومش قادرة اتكلم. وحتى لو اتكلمنا يا هدى لا انا ولا انت هنقدر نعمل حاجة. انت بتحبي اختك وانا بحب عيسى. والحل يا حسين؟ الحل في ايديها، هي اللي اختارت الطريق. يا تكملوا يا ترجع، والاتنين صعب، صعب قوي. مبروك يا شيخ هاني. ميرسي قوي. مبروك يا جماعه. ربنا يخليكي ليا طول العمر يا ماما. انت تستاهلي حياتي يا شريف. ميرسي. تسلم لنا حياتك يا فندم.
الو 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 ايه ده؟ اطفي النور، اطفي النور. طالع. نعم. توفيق ما جاش ليه؟ بقول هيخلص طلبات شريفه هانم وهيجي يسد. شريفه مين؟ شريفه هانم. اسمع، خليه يجي لي فورا. حاضر. اهلا يا باشا. ايوه شريفه. ممكن اكلم زينب هانم؟ عاوزها بموضوع ضروري. اعرفه. زينب هانم شالت ايدها. انا دلوقتي صاحبة التصرف في كل حاجة، كل حاجة. غريبه، انتوا ليه عملتوا كده؟ ليه حولتوا الخلافات لمعركه، لحرب كبيره؟ انت اللي بتقول كده؟ اسأل نفسك، مين اللي ابتدى الحرب؟ انا كنت عايز احقق حاجات كتير كتير قوي لينا كلنا، لكن انتوا مع الاسف بتدمروا اسمي. على كل حال لو جيت هنتفاهم. هستناك الساعة 8 هنا عندي. اسمع يا زينب، انا ما عادش عندي صبر وفلوسي ما تضيعش بلوشي. انا عمري ما حد ضربني على قفايا. انا زيك بالظبط. انا اعمل لك ايه يعني؟ اسمع، انت حاطط ايدك في الميه البارده. انا عايز فلوس دلوقتي. ايه بس سماح، هدي نفسك وفلوسك هتوصلك لحد عندك. هتعمل ايه؟ هخلص عليك واروح اخلص على عيسى. هتستفيد ايه يا مجنون؟ هتجيب كده هتكون نشفت غليلي. عيب كده يا جماعه، عيب يا سماحه، عيب. بعد انت خدها اللي اتبعك بيها. عنده اخوات، عيب كده، عيب قوي. بتعمل ايه؟ الله، عيب كده، عيب يا جدع. انا هخلص عليك. لا 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 لا، لازم نشوف الموضوع ده حل. كده مش معقول. تعالى اهدى اهدى، عيب. تعالى من هنا. انا هكلم عيسى في التليفون. اتكلم. هديله انذار 24 ساعه. ما كانش يرجع المليون جنيه او يجي يضمننا في البنك، انا ليا تصريف تاني معاه. ده مش هينفع معانا. احنا لازم نروح اسكندريه، يلا بينا. ماشي نروح. في ايه؟ انا ما بقتش فاهمه حاجه ابدا، مش قادره استحمل اكتر من كده. عيسى عبد الغفار انضرب في ظهره. ايه اللي حصل؟ زينب هانم كتبت كل حاجه لشريف، يعني خلاص بقت شريكتي. شريفه، قلبي كان حاسس ان في حاجه هتحصل. بس مش بالسرعه دي. هتعمل ايه؟ لازم اقابلها، هروح لها البيت. تروح لها البيت؟
لازم اقابلها، لازم اعمل اي حاجه عشان خاطر المصنع وعشان المشروع الجديد. هعمل اي حاجه، هروح هقابلها ان شاء الله في جهنم حتى. ايوه 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 زيطه، ايوه انا الخضري. الجمارك تعبانه خالص ولازم تيجي حالا. ايوه البضاعه لسه ما خرجتش، عاوزين فلوس كتير. ايوه عموما انا مستنيك في بور فؤاد، اوكي؟ ما تتاخرش عليا بسرعه لو سمحت. ايه؟ جمارك طالبين 100,000 جنيه. ليه؟ ما انت عارف انهم شادين اللي من دول. ايه يا سلام؟ جبت دفتر الشيكات معاك ولا لا؟ ايه؟ عشان تدفع الجمارك بعد كده نتحاسب. هو انا حدان ندفع لحد امتى؟ انا طول عمري بدفع. وماله يا اخي؟ اللي معاه من هنا يسد. انا لا يمكن ادفع ولا مليم احمر من غير ما نوصل لحل مع الهباش. يعني ايه؟ يعني مش هدفع. هتدفع يا سماحة ورجلك فوق رقبتك. احفظ لسانك يا زيطة، وان ما حفظتوش هقطعهولك. يا جماعة ايه؟ ده احنا اخوات. وريني بقى هتقطعه ازاي يا سماحة. عشان خاطرك انت بس يا خضر، بس دي اخر مرة هدفع فيها. ماشي. حسين، أنا سميرة. أنا محتاجة لك يا حسين، محتاجة لك. اتفضل، أنا مستنياك. أهلا يا عيسى. اتفضل اقعد. طب قرب شوية. مش قلنا بلاش عند؟ فاكر يا عيسى أول مرة اتقابلنا فيها؟ بقالنا زمان ما تقابلناش لوحدينا. انا كنت فاكر انك لسه سعيده، ما كنتش عارف ان ده هيحصل بالسرعه دي. ليه ما حاولتيش تبعديها؟ أبعدها إزاي؟ تدافع عن سعادتك. سعادتي؟ عيسى ما اتجوزش قبل كده. بس هي قالت لي. انا عارف انه ما اتجوزش قبل كده. دول بيحاربوكي عشان يبعدوكي. مش عارفة يا حسين. هو دلوقتي راح لها؟ أيوة. وانت متوقعه ايه؟ كان ممكن أسمح لك تتجوز أي واحدة، أي واحدة تانية، إنما دي يا عيسى. اسمعي، نتكلم في الشغل احسن. طب ما احنا بنتكلم في الشغل، كلامنا دلوقتي هو الأساس لكل الشغل. مش فاهم. لازم تفهم، يستحيل يكون في بيننا شركة ومشاريع والحافيين يدخلوا بيننا يا عيسى. ما تنسيش انها بقت مدام عيسى عبد الغفار. مش مهم، يا انا يا هي، لازم ترد لي اعتباري قدام كل الناس. تتجوزني يا عيسى. اسمع، اذا اتجوزتني هتنزلك عن المصنع. كنت فاكرك هتفهمي الموقف كويس،
عيسى اتجوزك وهو بيحارب، كان لازم يسكت، كان لازم يستنى لما الحرب تهدى، كان لازم تفهمي اللي بيحاربهم عيسى مش هيسكتوا. اسكت يا حسين اسكت، كفايه العذاب اللي انا فيه. وسميرة لازم تطلقها. هديلك مهلة 24 ساعة. وهنا تأكد عيسى أنه فقد كل شيء، فقد المصنع، فقد السلطة، فقد المال، وفقد الحب، وتاه مسلوب الإرادة. خطوات تسير به إلى المجهول، لا يدري إلى أين. إيه أيها الحب، أنت تتوهج ثم تخبو، أنت سعادة، أنت شقاء، كم أنت حزين أيها الحب.